حكايتنا النهاردة بتتكلم عن أم مطلقة جاية المستشفى علشان تطعم ابنها، بس ما كانتش تعرف إن في نفس اليوم ده ابنها هيلاقي أب جديد. في أوضة الانتظار بتاعة المستشفى بطنها فجأة وجعتها جامد جدا وصرخت رغم إنها أم ل3 أطفال، وفي اللحظة دي بالظبط لفت نظرها وشدها ليه وريث غني حفيد عيلة من أصحاب شركات كبيرة لسه راجع من دراسة الإدارة. لما البنت بصت حواليها وشافت إن الولد ده بس اللي قاعد لوحده، حطت ابنها في ايده وجريت بسرعة على الحمام. نافي اللي كان لسه راجع من دراسة الإدارة عمره ما مسك بيبي قبل كده، ولما حاول يطلب المساعدة الممرضة فهمته غلط وافتكرت إنه والد الطفل. من غير أي حيلة نافي شال البيبي بإيده بطريقة غريبة وراح يطعم، بس أول ما شاف الإبرة إحساس الأبوة طلع جواه. لما الدكتور حاول يديله الحقنة نافي توتر جدا وقال إن البيبي مش المفروض يتوجع فخليك حنين. لما الدكتور قرب تاني نافي سأله عن مدى أمان الدواء. الممرضة والدكتور اتلخبطوا شوية، بس بمجرد ما الطعم اتعطى نافي اتنهد بارتياح. الممرضة كمان شكرت في البيبي. نافي نفسه كان جاي عشان يكشف على البرد بتاعه، بس ما كانش يعرف انه هيتحول لأب بالصدفة. ولما الأم والبيبي كانوا هيسيبوا المستشفى نافي بص عليهم وحس بمشاعر، لكن بسرعة رجع لموده المتغطرس جدا القديم. بس وهو سايق لما شافها ماشية في الشارع وشايلة ابنها ما قدرش يوقف نفسه، خلاهم على طول يركبوا العربية. بس بعدها بشوية ريحة غريبة طلعت في العربية. بوهي قالت ان الريحة دي بسبب حفاضة البيبي. نافي اتضايق، بس لما بوهي قالت لو الشباك مفتوح البيبي ممكن ياخد برد، نافي استحمل الريحة في صمت لانه قراره هو اللي خلاهم يركبوا العربية. بعد ما وصلهم البيت بصعوبة كبيرة نافي دعا في سره ان ما يقابلهمش تاني ابدا، بس القدر كان ليه خطط تانية لان علاقتهم كانت لسه بتبتدي. نافي كان شاب راجع من بره ومكرس وقته بالكامل علشان يمسك شغل جده في الفنادق، بس في الجيم كان راجع بعد فترة طويلة جدا لدرجة انه ما كانش عارف يرفع حتى دمبل واحد. وفي اللحظة دي بوهي اللي كانت بتشتغل شغلانة نص الوقت عشان تجيب فلوس لبودرة اللبن للبيبي بتاعها شافت نافي كان بيصارع مع دمبل. بوهي جت وحطت الدمبل بمنتهى السهولة على الأرض وشرحت له كمان الطريقة الصح. نافي اتصدم. بوهي كانت بتحاول تساعد بس نافي افتكر انها بتتريق عليه. من الغيظ مشيها من شغلها. بوهي بدأت شغلانة جديدة نص الوقت في ملعب جولف، بس ما كانتش تعرف ان غلطة صغيرة هترجع تخليها وش الوش مع نافي تاني. ضربتها في الجولف جت في نافي اللي كان جاي عشان يبص على الملعب ويشوف شكله عامل ازاي. بوهي حاولت تتسلل وتمشي بعد ما شافت، بس نافي مسكها. نافي استغرب ليه كانت بترد على الموبايل كذا مرة. بوهي وضحت له انها عايزة تعمل فلوس عشان تجيب لبن للبيبي. نافي شك شوية في الاول، بس اول ما بوهي سمعت ان نافي حفيد المدير التنفيذي اتصدمت تماما. نافي افتكر انه اخيرا هيخلص منها، بس تاني يوم الصبح وهو بيجهز عشان يروح المكتب شاف ان بوهي بقت السكرتيرة بتاعة حماتهم الكبيرة. المرة دي بوهي استخدمت طريقة جديدة تماما عشان تسلم عليه، ونافي حس انه محرج جدا. بس في اليوم ده لما كانوا هيروحوا البيت بعد الشغل بوهي بكل هدوء قالت له بس شكرا على التوصيلة للبيت. ومن الناحية التانية بوهي كانت مشغولة في رعاية البيبي. تاني يوم الصبح لما نيفي طلع من بيته شاف بوهي بتنظف عربية. اول ما شافها نيفي اتضايق لدرجة انه مشي من غير ما يقول اي حاجة، في حين بوهي كانت واقفة متلخبطة. لما وصل المكتب نيفي قابلها تاني في الأسانسير. المرة دي حاول يضغط على الزرار عشان يقفل الباب، بس بوهي وقفت باب الأسانسير بهونج كونج. قدمها لما بوهي قربت منهم. نيفي لزق نفسه في الزاوية زي الطفل اللي عامل حاجة غلط، وفي اللحظة دي بالظبط ناس تانية دخلت الأسانسير وأنهت الإحراج. في المكتب نيفي بدأ يفكر في كل ده زيادة، وفي نفس الوقت بوهي دخلت في خناقة مع مديرتها بسبب موضوع شخص. لما نيفي عرف راح هناك بسرعة. في الأول ما كانش عايز يدخل في الموضوع، بس لما افتكر طبيعة أخته سريعة الغضب دخل في الموقف وطلع بوهي من الموقف ده بره. نيفي هزر شوية يعني كنت بتشد شعر مديرتك وانتوا بتتخانقوا، وفي اللحظة دي فجأة دم نزل من مناخير بوهي وبكل بساطة زي قطة الكرتون مسحته على وشها. نيفي نضفه بالراحة بمنديله. في اللحظة دي جو هادي ورومانسي شوية اتخلق بينهم. نيفي بدأ يحس بحاجة وهرب من المكان ده على طول. حياة بوهي
بقت أصعب في المكتب لما مديرتها بدأت تتعمد تضايقها وتبعتها لطلبات صغيرة مرة ورا التانية وتخليها تشتغل زيادة بعد ما اشتغلت اليوم كله. لما بوهي روحت البيت رجليها كانت مليانة كدمات وهي ماشية حافية وتعبانة في الشارع. نيفي شافها في الأول تجاهلها، بس بعد كده وقف العربية وبص على حالتها وقرر يساعدها. في الأول افتكر إن بوهي ممكن تكون سكرانة، بس لما شاف رجليها مليانة كدمات قلع جزمته واداها لها. بوهي ترددت في الأول بس بعد كده وافقت على عرضه الطيب. لما نيفي وطى عشان يربط الجزمة بوهي اتحركت فجأة ونيفي وقع. كانت لحظة محرجة جدا، بس بعد كده نيفي ربط الجزمة تاني. حتى لو الجزمة كانت كبيرة شوية الراحة بينهم بدأت تتوقف. نيفي هزر وقال إن ريحة رجل بوهي خلته يغمى عليه، بس بوهي خدت الكلام بجد وفعلا رفعت رجليها عشان تتأكد. عادتها البريئة والعفوية دي صحت إحساس جميل في قلب نيفي. في الليلة دي في الوقت اللي الكل كان مشغول في عمل كروت دعوات، ست كبيرة ندهت بوهي اللي كانت رجعت البيت وخلتها ترجع للمكتب عشان تشتغل وقت زيادة. بوهي وصلت الشركة ومعاها ابنها. لما نيفي شافها غريزة الأبوة بتاعته اشتغلت تاني. سأل آخر مرة اتقابلنا امتى؟ بعد كده على طول حس انه بقى حنين بزيادة ورجع بسرعة لتعبير وشه المتغطرسة. بس وجود البيبي خلق لحظة ترابط جديدة بينهم. نيفي اللي هو مدير تنفيذي كبير بدأ يساعدها سرا في حاجات صغيرة عشان بوهي تقدر تروح البيت بدري. بس الموضوع ده مش بالسهولة. والدة نيفي اللي متضايقة من بوهي بعتتها عشان توصل لوحة غالية كاختبار ليها وشغلت الإنذار وهي ماشية. أول ما بوهي خرجت من المعرض الإنذار ضرب. البيبي بدأ يعيط ووالدة نيفي زودت الموقف سوء لما قالت للموظفين بتوع الأمن إن في حاجة اتسرقت وإن ممكن يكون في متسلل جوه. في اللحظة دي الأمن وصل لبوهي وسألها إيه اللي في إيدك، في حين إن بوهي كانت شايلة بس رسمة اللوحة. بوهي متوترة قالت ابني جوه، لو سمحتوا ما تخلوش أي حاجة تحصل له. وفي نفس الوقت نيفي لقى شنطة البيبي وموبايل بوهي اللي نسيتهم في الشركة. في الأول كان متلخبط، بس بعد كده شاف عربية بوليس رايحة على المعرض. من غير ما يضيع ولا ثانية راح هناك بسرعة. البوليس كان هيقبض على بوهي لما نيفي طلع قدام وقال أنا رئيس القسم ده. هو حمى بوهي قدام الكل، وثق فيها ودافع عنها من غير ما يسأل ولا سؤال. صدق بوهي في الوقت اللي الكل كان بيشك فيها. بوهي عيطت وقالت إنها ما سرقتش أي حاجة. المسؤول عن المعرض كان طلب منها توصل الصورة، بس هي مش لاقية الورقة اللي تثبت. وبعد كده كلام نيفي الحنين من قلبه كسر آخر ذرة صبر في بوهي. أنا واثق فيكي. إيه الأم اللي بتشيل ابنها على كتفها وتسرق؟ مفيش أم بتعمل كده. لما سمعت الثقة دي من غير أي شروط دموع نزلت من عيون بوهي. كانت استحملت صعوبات كتير قوي كأم عزبة، ودلوقتي أخيرا في حد بيدافع عنها. أي وجع أو ضغط أو تعب بوهي كانت شايلاه جواها كله طلع في اللحظة دي. هي فضلت تعيط في العربية. نيفي كان بيتفرج عليها في صمت. دموعها وجعها. هو فاهم ان بوهي كانت محتاجة بس تطلع كل اللي جواها، فشال البيبي في ايده عشان بوهي تقدر تخفف عن قلبها في اللحظة دي. نيفي بقى اب خارق بجد. قال للبيبي بحنية ما تخافش يا لوبو، ماما مش بتعيط عشان زعلانة، ماما بتنظف قلبها بس. وبوهي قعدت في العربية تعيط بكل اللي في قلبها. الليلة دي المسافة بينهم قلت. نيفي حتى قال شوية نكت عشان يخلي بوهي تضحك. شخصيتها البريئة المتلخبطة واللي فيها شوية سذاجة دخلت في قلب نيفي على طول. بس في اللحظة الحلوة دي ريحة غريبة بدأت تملى العربية. نيفي اتلخبط. استني، الريحة دي جاية منين؟ ليه بتطلع في عربيتي أنا بس؟ لما بوهي حاولت تنزل بره عشان تغير الحفاضة نيفي وقفها خايف على البيبي إنه ياخد برد، فبوهي اضطرت تغير الحفاضة جوه العربية. تاني يوم في المكتب بوهي عبرت عن شكرها. انت عملت حاجات كتير قوي عشان في يوم من الأيام أنا أكيد هرجع لك المعروف ده. بس نيفي كان عادي كأن الموضوع ولا حاجة. وبعد كده جت لحظة لما نيفي قابل حبيبته القديمة وخطيبها في لوبي الفندق. هما نفس الزوجين اللي خططوا لفرحهم في الفندق بتاعه. كل كلمة من حبيبته القديمة كان فيها تريقة خفية. عشان يحفظ ماء وجهه نيفي كذب وقال انه كمان خطب. عشان تكسفه حبيبته القديمة خططت العزومة على العشاء على امل انها تحرجه. من غير اي حيلة نيفي طلب من بوهي انها تعمل دور خطيب. بعد ما اتعمل لها لوك جديد
لما بوهي ظهرت نيفي اتصدم. البنت البسيطة اتحولت لواحدة كلاس وراقية، شكلها، اللمعان اللي في عينيها، كل حاجة خلت نيفي مش قادر يتكلم. للحظة لما بوهي نادت له بصوت واطي نيفي، فعلا وشه احمر شوية. عشان ما يبوظش التمثيلية نيفي حذرها، لو سمحتي ما تتكلميش باللغة بتاعتك، ولو في اي اسئلة محرجة سيبي كل حاجة عليا. كانت حتى جايبة دبلة جميلة اللي سبحان الله جت بالظبط على ايد. في العشاء هم دخلوا وهم ماسكين ايد بعض وبثقة كاملة. الحبيبة القديمة ما كانتش متوقعة ان نيفي فعلا هيجيب حد معاه. خطيبها شكر في بوهي وقال انها شكلها جميل قد ايه. الحبيبة القديمة غارت وسألت انتوا اتقابلتوا ازاي؟ بوهي بسكوت حولت الإجابة لنيفي، وهو قال بطريقة رومانسية كان حب من أول نظر، وبعد كده عمري ما سبتها تمشي. الحبيبة القديمة ردت بسرعة أنا قابلت خطيبي بعد 10 أيام بس لما سيبنا بعض، زي ما تكون عايزة تثبت إنها كملت حياتها. وبعد كده بوي ورت دبلة الفرح بتاعتها، وده خلى الحبيبة القديمة تغير أكتر. هي بدأت تتباهى بحبها هي، بس نيفي ما تراجعها. بس بعد كده الحبيبة القديمة ضربت ضربة تانية، انتوا الاتنين مش هتقدروا تتجوزوا، والعائلات الغنية زينا الخلفية بتفرق برضه. كل كلمة كانت مليانة قلة احترام لبوهي. نيفي بدأ يغضب شوية، هو حس بالضيق على بوهي. وبعد كده الحبيبة القديمة وجهت ضربة أخيرة، يا بوهي سيبيه، أول ما تلاقي حد أحسن سيبيه. بس اللي بوهي عملته بعد كده خلى الكل مذهول. حركة بوهي الغير متوقعة صدمت الكل، حتى نيفي بقى مش قادر يتكلم وهو بيفكر إنها ممكن تكون زودتها شوية. هو عمره ما تخيل إن في يوم عادي جدا هيرجع يبقى أب صدفة تاني. لما هما الاتنين خرجوا نيفي كان شكله متضايق شوية. سأل بوهي ايه اللي انت كنتي بتعمليه ده بالظبط؟ هي شرحت بكل هدوء دي كانت الطريقة الوحيدة اللي نقدر نهزم بيها حبيبتك القديمة. لما سمع كده نيفي أخيرا فهم كل حاجة. في اللحظة دي بص على بوهي بتركيز شديد جدا، كأن في حاجة أعمق بتتحرك جواه. شخصية بوهي اللي مش ممكن تتوقعها فاجأت نيفي تماما. لما راح البيت وشاف الدبلة اللي استخدموها في الخطوبة التمثيلية افتكر بوهي تاني، وقلبه بدأ يدق بسرعة. هو كان بالتدريج بيلين ناحية بوهي، الأم العذبة اللي عدت عليها أيام الشتاء وهي متغطية ببطانية سميكة هي وابنها. في يوم الكريسماس نيفي خطط إنه يعمل حدث واستغل صلاحياته كمدير عشان يطلب بوهي للمكتب. بوهي اتضايقت، شغل حتى في أجازة، بس ما كانتش تعرف إن في فرحة صغيرة مستنياها. نيفي كان كاتب كل الحاجات اللي بوهي محتاجاها لابنها على ورقة صغيرة في صندوق اليانصيب، فأي حاجة بوهي هتختارها هتكون حاجة مفيدة. لما بوهي شاركت في الحدث واختارت ورقة بشكل عشوائي، الجايزة طلعت عربية بيبي جديدة. عينيها لمعت من الفرح، وفي اللحظة دي بالظبط نيفي اللي كان مستخبي في ركن طلع لقدام. هو اقترح عادي يلا نجرب نحط البيبي في العربية. في اللحظة دي نيفي كان بيتصرف كأب حقيقي مليان حب واهتمام وعناية. وفي الحديقة وهما الاتنين جربوا العربية سوا، نيفي استغل الفرصة دي عشان يقضي كل الكريسماس مع بوهي وابنها. بالتدريج بدأ يشوف البيبي كأنه ابنه. وفي اللحظة دي مصور وصل وخد لهم صورة حلوة. نيفي قال ده أول كريسماس للوبو، لازم يكون في ذكر، بس في أعماقه كان قصده إن دي أول صورة لعيلتهم مع بعض. في الصورة دي هما التلاتة كان شكلهم عيلة مثالية. بس لما نيفي وصل بوهي البيت قابله جار جديد كان كمان جايب عربية للوبو. نيفي لاحظ ده على طول. هدية الجار ما حسيتش إنها من قلب، بس مع ذلك شرارة غيرة طلعت في قلب. الليلة دي في البيت نيفي فضل يفكر هل بوهي هتبيع العربية اللي هو اداها لها. هو أخيرا اتصل وسأل ايه العربية اللي اخترتيها؟ لما بوهي قالت اللي جبتها في اليانصيب، نيفي اتنهد بارتياح ووشه نور من الفرحة. بس لما بوهي زودت عادي والله التانية كانت مستخدمة بالفعل فما اخترتش. مود نيفي بقى وحش تاني، ومع ذلك طول ما بوهي محتفظة بالعربية اللي هو اداها نيفي كان راضي. بعد كذا يوم نيفي كان لازم يسافر بره علشان الشغل. لما بوهي عرفت قلق هادي بدأ يتحرك في قلبها. هي خاف ايه اللي هيحصل لو حاجة حصلت لنيفي من غير ما حتى يحسوا. هما الاتنين بدأوا يقلقوا على بعض. بوهي مسكت ايده عايزة توقف، بس نيفي ما فهمهاش غلط، بالعكس هو ريح بوهي بكلمات حنونة كل حاجة هتبقى تمام، هرجع بالسلامة. وهو قاعد في الطيارة نيفي بص على صورة عيلتهم، ذكرى حلوة، بس ما كانش عنده أي فكرة إن في اللحظة
اللحظة دي هيمشي فيها. بوهي هيجيلها مشاكل. والدة نيفي استغلت الفرصة وخططت خطة عشان تطرد بوهي من الشركة. هي قالت للمدير انه يدي بوهي مهمة انها توصل لوحة غالية، بس بوهي ما كانتش تعرف ان في جهاز تتبع اتحط سرا في عربيتها وهي بتوصل اللوحة. عربية وقفت فجأة قدامها وهي واقفة. هي نزلت على طول عشان تتأكد من الوضع من غير ما تكون واخدة بالها ان في موتوسيكل قرب منها بالراحة من ورا. سواق العربية اللي قدامها فضل يعتذر وعرض عليها انه يعوضها، وفي نفس الوقت اللي على الموتوسيكل سرق اللوحة سرا. بوهي بس خدت كام صورة وكارت شخص وهي بتفكر ان كل حاجة تمام، بس لما وصلت للمكان وشافت ان اللوحة مش موجودة اتصدمت. مديرتها على طول قررت تطردها. والدة نيفي كمان لامت بوهي وهي بتتهمها انها مخبية اللوحة قصدا. قلب بوهي اتكسر. هي قالت بس عمري ما اعمل حاجة زي دي. في نفس الوقت نيفي كلم بوهي من بره. بمجرد ما بوهي سمعت صوته انهارت في العياط. نيفي فضل يسأل كل حاجة تمام، بس بوهي ردت ببساطة حسيت بمشاعر لما سمعت صوتك بس، وأنهت المكالمة. بوهي بدأت شغلانة نص الوقت في مغسلة عربيات. نيفي كان بيبعت لها رسائل كل يوم، بس بوهي عمرها ما ردت لأن المسافة بينهم كانت بدأت تبقى حقيقة. دلوقتي بعد ما خلص مشروعه نيفي رجع وعرف إن بوهي اتطردت. نيفي راح لوالدته على طول وهو شاكك إنها ورا كل ده. هو دلوقتي عنده مهمة واحدة بس، إنه يلاقي بوهي. هو جاب العنوان من جارة بوهي وراح لمركز غسيل العربيات، وهناك شاف بوهي تاني والدفء القديم بينهم رجع في لحظة واحدة من غير ما يفكر. نيفي حاول ياخدها ويمشي بس بوهي رفض. هي قالت أنا أقدر أعمل فلوس بنفسي، ما تتعاملش معايا زي الشحاتة. قلب نيفي اتكسر، بس هو فهم بوهي كانت بتدافع عن كرامتها حتى بعد ما رجع البيت. نيفي كان بيفكر فيها اللحظات الصغيرة بتاعة الترابط اللي شاركوها سوا على مدار كل الأيام دي ملت قلبه بمشاعر عميقة رغم إنه معبرش عنها أبدا. لما شاف بوهي بتشتغل وقت إضافي لوحدها في مغسلة العربيات في البرد قلبه وجعه. في اللحظة دي مسدس مية بضغط عالي فقد السيطرة وكان هيخبط في بوهي. من غير ما يفكر نيفي نط قدامها وهو مش فارق معاه سلامته. وأخيرا اعترف بمشاعره. الحب ممكن يخليك تتجاوز أي حدود. الحب دايما بيديك القوة إنك تنسى كل حاجة وتعمل أي حاجة. تاني يوم لما وريث عيلة شيبل بيشوف البنت اللي بيحبها في خطر ما بيفكرش مرتين، هو بيجري عشان ينقذها. وهو بينقذ حياتها بيتعور هو نفسه جامد جدا. نيفي اتنقل للمستشفى. بعد العملية كان في أمان بس فاقد الوعي. بوهي قعدت في الركن بتعيط وبتعتذر للمدير التنفيذي مرة ورا التانية. نيفي في الحالة دي بسببي. المدير التنفيذي ما قالش كتير، هو ببساطة شاف الوجع على وش بوهي لما بوهي طلبت إنها تفضل جنب نيفي في المستشفى. المدير التنفيذي ما رفضش طلبها. لما المدير التنفيذي شاف إن حفيده نيفي خاطر بحياته عشان البنت دي وإن البنت دي دلوقتي بتعتني بيه في صمت جنب سريره ليل ونهار ما قالش حاجة. هو بكل هدوء وافق على طلب بوهي. ومن اليوم ده ورايح بوهي ما سابتش جنب نيفي أبدا. كل حاجة صغيرة محتاجاها وكل لحظة عناية عملتها كانت بإيديها. في نفس الوقت والدة نيفي آرك اللي كانت لسه في السجن وصلها خبر إن ابنها اتعور في حادثة عربية. قلبها اتحطم طبعا. الذنب من أفعالها بدأ ياكل فيها من جوه عشان هي اعترفت بجرايمها ووافقت على كل الاتهامات ووافقوا لها على كفالة مبكرة. ومن غير ما تضيع أي وقت راحت للمستشفى بسرعة. لما شافت ابنها راقد على سرير المستشفى من غير حركة انهارت، دموع في عينيها وندم في قلبها. أنا كنت غلط، كل حاجة كانت غلطتي، قالت بإخلاص وهي بتطلب السماح. لما عينها جت في عين بوهي اللي كانت قاعدة جنب سرير نيفي ليل ونهار حست بإحساس جديد من القبول لأول مرة. هي أدركت إن بوهي هي اللي فعلا خلت ابنها سعيد. في اللحظة دي بوهي كمان اتكلمت من قلبها. لو نيفي ما فاقش أبدا أنا لسه هفضل معاه طول حياتي. أنا هتخلى عن كل حاجة عشان كانت في حقيقة في عينها ووعد، مش بالكلام بس بالقلب. وبعد كده في يوم جت مكالمة من المستشفى. المريض فاق من الغيبوبة. من غير ما تضيع ولا ثانية بوهي جريت. قلبها كان بيدق بسرعة، عينيها اتملت بالأمل. بس لما وصلت للأوضة وش نيفي كان ملوش أي تعبير خالص، ما قالش ولا كلمة. قلب بوهي بدأ يقلق. فكرة عدت على دماغها ايه اللي هيحصل لو ده واحد من المسلسلات الكلاسيكية اللي فيها البطل بيفوق من الغيبوبة
بس بينسى كل حاجة. صمت نيفي خلاها متوترة أكتر. هما كانوا عدوا على حاجات كتير وواجهوا صعوبات كتير جدا سوا. دلوقتي لما الحاجات كانت هتتحسن، هل كل حاجة فعلا هتقع تاني؟ في لحظة التوتر دي قلب بوهي اتملى بالخوف صامت، وهي بس وقفت هناك مش قادرة تقول أي حاجة. وفي الوقت اللي بوهي كانت هتلف، نيفي فجأة مسك إيديها. هنا بوهي أدركت إن نيفي كان بيهزر معاها، بس كان في ابتسامة خفيفة على وشه. بعد كده بوهي رجعت الشغل في الفندق. نيفي قال لها إنها لو فعلا عايزة تفهم شغل الفنادق فالمفروض تسجل في كورس إدارة فنادق في الجامعة، بس ده ما كانش سهل لبوهي عشان هي كانت سابت حتى المدرسة الثانوية. نيفي شجعها، بس حضري كويس لامتحان القبول، أنا معاكي يا بوهي. هي حست بالثقة كمان، بس أول ما قعدت في الفصل النوم بدأ يغلبها. إيديها وراسها كانت بتقع لوحدها بالراحة مهما كانت بتحاول تفضل صح. النوم بهدوء كان بيتسلل ويسيطر كل مرة. في مرة لما نيفي جه عشان يفاجئها، لقى بوهي نايمة بهدوء على المكتب في الفصل ببراءة، لدرجة إنه ما حسش إنه عايز يصحيها. في الفترة دي والدة نيفي أخيرا وافقت على بوهي من قلبها. هي وعدت في اليوم اللي بوهي تستلم فيه ورقة القبول في الكلية على طول هنحدد ميعاد الفرح ليكم انتوا الاتنين، وكل ما تكونوا محتاجين أنا هعتني بالبيبي بنفسي. بعدها بفترة قصيرة بوهي قررت تسيب الفندق وتتنقل لبيت نيفي مع ابنها. كانت بداية لحياة جديدة اللي فيها لأول مرة هما الاتنين كانوا بياخدوا بيت حقيقي، مكان للدعم. الحياة لسه ما كانتش مثالية، كان في شوية صراعات وشوية تعب كمان، بس كان في لمعة جديدة على وش بوهي عشان دلوقتي هي كانت بتؤمن إن لو الإنسان بيشتغل بجد وبإخلاص وبيواجه الحياة بابتسامة، في يوم من الأيام أكيد هيقابل الشخص اللي كان فعلا مكتوب له يقف جنبه. ومع النهاية الجميلة دي القصة كمان بتوصل للنهاية.